اخيرا تروب اللي واحد من افشل المدربين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي النهارده بيعمل حاجه عدله، ان هو بيقفل الملعب على لعيبه نادي الزمالك وبيقربهم من بعض. ما هو بدل ما هو كان فاتح الملعب زي ما كان عامل في ماتش بيراميدز وكان عامل في المطوشه بتاعه الدوري. وده اللي تسبب ان لعيبه نادي الزمالك آه، تخطأ اخطاء غريبه زي اللي حصل مع حسام عبد المجيد. والنادي الاهلي بيقدر يخطف الكرة بسرعه وبيقدر يسجل الهدف الاول والثاني. يمكن كمان في من جمهور النادي الاهلي مش هيعجبهم اللي انا بقوله، لولا الغلطات دي ما كانش الاهلي هيكسب المباراة. فكانت خطة ذكية من ترب مدرب النادي الاهلي ان هو قفل الملعب النهاردة على لعيبة نادي الزمالك في الشوط الاول، وبينتهي الشوط الاول وبيبتدي الشوط الثاني. ولاعيبة نادي الزمالك بتحاول تسجل هدف الاول عشان تقدر تسجل الهدف التاني بدري بدري وتفوز بالمباراة لو قدروا يسجلوا الهدف التالت. بس ده الحمد لله ان هو ما حصلش. حتى لما جالهم ضربة الجزاء اللي هي مش صحيحة خالص، بيخش حسام عبد المجيد اللي انا كنت مستغرب ان هو ازاي يخش يشوط ضربة الجزاء، خصوصا النهاردة مش يومه خالص. مش عارف، بحس ان حسام عبد المجيد دايما بيجي في مباريات الاهلي بيرتبك وما بيبقاش مركز. وده اللي استغله النهارده مصطفى شوبير ان هو يصد ضربة الجزاء. وانا بصراحة ما بحبش ان لاعب يكون في منتخب مصر وحارس مرمى في منتخب مصر ان هو يشوط ضربة الجزاء. ليه؟ لان هو بيبقى زميله في المنتخب واكيد عارف هو بيشوط ازاي في ضربة الجزاء. فانا بحبذ ان يكون اللي بيشوط ضربة الجزاء يا اما يكون لاعب مصري مش موجود في المنتخب، يا اما يكون لاعب من اللاعيبه الاجانب هم الافضل ان هم يشوط ضربة الجزاء. والنادي الاهلي بيجيله ضربة جزاء وبيخش تريزيجيه يضيعها في القائم من عدم تركيز منه. وبشوف ان تريزيجيه النهارده بيقدم واحدة من اوحش مبارياته مع النادي الاهلي. وبيجي مدرب النادي الاهلي تروب ايه بيعك عكه كده غريبه. انا مستغربه ان هو خرج حسين الشحات بدري قوي. هو حسين الشحات واخد انذار بسبب الاحتفاليه بعد تسجيله الهدف. بس برضه تغيير في الدقيقه 62 بدري قوي